لا بيصلي ولا بيصوم وشقته مليانة حاجات بنات، وكان متجوزني علشان يداري فضحته. اتجوز عرف كتير وحرامي دهب وعربيات. تصريحات نارية أدلت بيها ريم طارق زوجة حسن شاكوش. زواج ريم وحسن شاكوش ما استمرش تقريبا إلا كام شهر، لكنه انتهى بتصريحات واتهامات خطيرة جدا. الجديد في القضية دي هو تصريحات ريم طارق اللي قالت ان حسن شاكوش ممتنع ان هو يديها حاجتها ولبسها وورق القايمة والمؤخر. قالت كمان انا عاوزة لبسي الشخصي وحاجاتي اللي انت مش راضي تدهاني. ريم فجرت مفاجأة مدوية وقالت انا من بعد ما فتحت الاكونت الشخصي بتاعي وصل لي من كذا بلد ان في بنات متاخد منها حقوقها وفلوسها وهدايا الماظ وسيارات وورق عرفي. وقالت ان هو عمل كده مع بنات من المغرب والجزائر والامارات والكويت، غير طبعا البنات اللي من مصر. وجهت ريم رسالة قوية جدا لحسن شاكوش وقالت له انت جيت عندي واتجوزتني ليه؟ علشان تداري ايه؟ انت تعرضت لايه قبل ما تخطبني علشان كده قررت تروح تتجوز؟ ايه الحاجة اللي كنت بتداريها؟ الحاجة دي انا عرفتها. تلميح قد يبدو ان هو جنسي من ريم طارق، لكنها ما قالتش هي تقصد ايه بكلامها بالظبط. ريم قالت كمان ان هدومها الشخصيه عند حسن وهو محتفظ بيها. الغريب بقى ان ده ما حصلش مع ريم لوحدها، لكن في بنات كتير جدا حسن شاكوش وفقا للي ريم قالته بياخد حاجاتهم الشخصيه اكيد احنا عارفين هي تقصد بيها ايه. تصريحات ريم دي جت في الوقت اللي قدمت فيه بلاغ لمحكمة الأسرة في مدينة 6 أكتوبر، قدمت فيها طلبات بينها طلب التصريح بالاستعلام عن السيارات المملوكة لحسن شاكوش من الإدارة العامة للمرور، والتحري من مديرية أمن الجيزة عن دخل وأملاك حسن شاكوش، وكمان التصريح باستخراج شهادة تحركات حسن شاكوش من مصلحة الجوازات. الخطوة دي بتيجي بعد ما حصلت ريم على حكم من المحكمة، حكم نفقة ضد حسن شاكوش بتقريبا 20,000 جنيه، وطردته هو وأسرته، هو يعني والده واخواته، من الفيلا اللي كان قاعد فيها. ريم بتتحرك انها تحاصر حسن شاكوش علشان تاخد حقوقها كاملة، لان العلاقة بينهم وصلت لطريق مسدود.